السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه. الله يحييكم يا جماعة الخير دائما وأبدا في قناتكم أنتم، قناة أخوكم علي التميمي. أنا أحب أذكركم أني كنت أدرس في اليمن من عام 1430 حتى عام 1433، 2009 إلى 2011. أيام جميلة عشتها في صنعاء، شفت أشياء كثيرة واحتكيت بناس متنوعين. قصيت بعض القصص هذه في قناتي على اليوتيوب، والآن أبغى أكمل لكم وأقول لكم بعض المشاهد الجميلة اللي أنا شفتها في هذه المدينة الجميلة وبعض الذكريات الرائعة. خلوكم معي. في بسكوت جميل كنت في صنعاء أحبه وأكله كثير، خصوصا في المدرسة، وحتى لما أجي للبيت بعض الأحيان أشتهي سبحان الله. ولاحظت أنه كثير من الناس في المجتمع اليمني يأكلون هذا البسكويت. حتى في المدرسة أشوفه مع الطلاب، يكونون جالسين يأخذون شاهي، تعرفون الأكواب البلاستيك، يأخذون شاي في الأكواب البلاستيك، مع أن الأكواب البلاستيك خطيرة لأنها ممكن تتفاعل مع الشيء الساخن تنتج مواد كيميائية، لكن الحاجة وقلة ذات اليد. فكانوا يأخذون الشاي ويأخذون البسكويت. تلقى شابين من الطلاب مع بعض يأخذون كرتون واحد من بسكوت أبو ولد ويقسمونه بينهم ويأكلون. حياة بسيطة جميلة. في عندهم بنك اسمه بنك التضامن الإسلامي. بنك التضامن الإسلامي هذا يشبه بنك الراجحي عندنا، بنك يا أخي جميل وتعاملاته يقولون نظيفة وإسلامية. فأنا رحت أفتح فيه حساب وأحصل على بطاقة صراف آلي وكذا، وكان صراحة تعامل في البنك جميل. وأذكر لما رحت أفتح الحساب في هذا البنك استقبلني شاب صراحة دمث الخلق جدا، وينقط من فمه العسل في التعامل والنطق صراحة. وأذكر لما كنت جالس كان قبالي شايب كبير في السن معه عصا، فنظر إلي وسمع كلامي فقال لي: يا ولدي أبغى أسألك سؤال. قلت: سم، تفضل يا عم. فقال لي: أنت من السعودية؟ قلت: نعم أنا من السعودية. ففز يا جماعة الخير من مكانه، ولا أنسى هذا المنظر. ثم قال: تسمح لي أسلم عليك؟ ثم سلم علي وعانقني وقبلني وقبلته وجلس، ثم ذرفت عينه وقال: أنا ما أنسى أبو فلان من أهل حايل، كنت عنده سنين أعمل عنده، وكان يعاملني كأخ، والله يأكلني مما يأكل منه ويشربني مما يشرب منه، كان نعم الأخ، جواد كريم. لا أنسى هذا المنظر صراحة. طيب وش سالفة البسكوت وش سالفة البنك؟ إيش القصة؟ القصة أن البسكويت هذا والبنك هذا هم تبع مجموعة شركة هايل سعيد أنعم. هذا الرجل الثري صاحب الشركات وصاحب الأعمال في اليمن. هذا الرجل سبحان الله سمعت عنه كثير، ما يجي طاريه إلا يذكر بالخير، مع أن هذا الرجل توفاه الله عام 1990، ومع ذلك سمعته مثل الألماس، وخصوصا في جانب الدين وجانب الزهد والتقى. حتى يذكر أن هذا الرجل لما مات كان من وصاياه أنهم وهم يحملونه على نعشه يطلعون يده من كفنه حتى يعلم الناس أني أنا رغم كل هالأموال رايح للقبر ما معي شيء. كأنه يقول للناس: يا جماعة الخير، مهما عملتوا ومهما عشتوا ومهما أخذتوا من الأموال أو فقدتوا من الأموال، صدقوني ما راح تروحون للقبر إلا بأعمالكم. وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان اللي هو ماله أهله، ويبقى الثالث اللي هو عمله. هذا الرجل العجيب بنى إمبراطورية مالية تشكل من الاقتصاد اليمني 35% من الاقتصاد اليمني. تخيلوا، مجموعة شركات عالمية في الشرق الأوسط وفي أوروبا وآسيا وأفريقيا. تخيلوا أنتم 92 شركة حول العالم. بدأ من الصفر، كل هذا بعد توفيق الله له من الصفر. لا ورث عن أب، ولا كانت له تجارات ممنوعة، ولا
مشهور جدا هذا الرجل عند الناس بأعماله الخيرية، مشهور جدا بصدقاته، مشهور جدا ببنائه للمساجد وكفالته للأيتام. هذا الرجل خصص 20 سنة من عمره المديد رحمة الله عليه، كان عمره 90 سنة، آخر 20 سنة في عمره تفرغ فيها للأعمال التطوعية والأعمال الإغاثية للناس، بجانب أنه شغل شباب كثير في مجموعاته التجارية، ما ترك أحد إلا وشغله، الله يغفر له ويرحمه. خلونا نشوف كيف بدأ هذا الرجل بداياته. ولد هايل سعيد رحمة الله عليه عام 1902 في قرية من قرى تعز اسمها قرية قرض، وكانت أسرته فقيرة جدا. طبعا الصغار في ذلك الوقت على طول يبدون يعلمونهم القرآن في الكتاتيب، وفعلا بدأ يتعلم القرآن وحفظ القرآن في 4 سنوات، وبدأ يشتغل مع أهله في مهنة أهله رحمة الله عليه، رعي الغنم والزراعة، وكانت أسرته عندها محل خياطة فكان يشتغل في هذا المحل. لما وصل عمره إلى العشرينات، 20 عام 1923 قرر أنه يترك القرية ويروح يدور رزقه، يقلب رزقه على ما يقولون. وين يروح يقلب رزقه؟ راح العدن حتى يهاجر إلى فرنسا، وفعلا مشى العدن من قريته لمدة 3 أيام هو وعيال عمه، ووصلوا إلى عدن، وبعد كذا قدر يهاجر إلى فرنسا، إلى مرسيليا بالتحديد، ثاني أكبر المدن الفرنسية، وهي مدينة تجارية وساحلية. شو اشتغل هناك يا جماعة؟ اشتغل بحار، بعدين اشتغل مشرف في أحد المصانع، قعد في مرسيليا 5 سنوات. 5 سنوات شكلت نظرة جديدة للحياة. السفر يا جماعة الخير يعطيك خبرات، وتداخلك مع الناس واحتكاكك مع الناس يعطيك نظرة أوسع للحياة، وهذا اللي حصل معه رحمة الله. قرر يرجع طبعا لليمن بعد 5 سنوات قضاها في مرسيليا، ورجع فعلا إلى قريته. كان أبوه قد توفى رحمة الله عليه. قعد عند أهله شوي، ثم قرر هو عمه أنه يروح يبدأ تجارة جديدة في ميناء بربرة الصومالي، ما بين ميناء بربرة وميناء عدن، يشتغل في بيع الجلود. وفعلا استمر فترة يشتغل في هذا العمل، ثم قرر أنه ينشئ محل في منطقة المعلة في عدن، بيع تجزئة. كان هذا الشاب الخلوق اليافع المتدين مشهور جدا بالتاجر الصدوق، وكان محبوب من الجميع. كان متعاون في تاجر فرنسي شهير اسمه ألبس. هذا التاجر كان سبحان الله متخصص في بيع المواد الغذائية والأقمشة، سبحان الله اسمه ألبس، وهو متخصص في الألبسة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. فأعطاه وكالة، أعطى هايل سعيد وكالة، ففتح محله هذا وبدأ يبيع على التجار المواد الغذائية والأقمشة، وبدأ يتوسع في شغله، وشغل معه أخوه، دخله معه أخوه محمد، وأيضا شغل أقربائه معه في العمل. شوفوا البر بأقربائه. سبحان الله توفى أخوه محمد، لكنه استمر في بره لأبناء أخوه محمد ودخلهم معه في المجموعة، وبدال ما كان اسم المجموعة شركة هايل سعيد وإخوانه غيرها بعد وفاة أخوه محمد إلى شركة هايل سعيد وشركائه عام 1952. وبدأ نشاط الشركة هذه يزدهر، وبدأ يتوسع إلى شمال اليمن، لأن في عدن، وعدن تعرفون كانت مستعمرة بريطانية. ثم بدأ في تصدير المنتجات اليمنية الزراعية والحيوانية والاستيراد من أوروبا والهند، وبدأت المجموعة تزدهر وبدأت أعمالها تزدهر. المجموعة هذه استثمرت في كل شيء يا جماعة الخير، كل شيء. استثمرت في التمويل، البنوك، استثمرت في المواد الغذائية، استثمرت في المواد الصناعية، يعني صناعي، تجاري، خدمي، كل شيء دخلت فيه المجموعة. في نهاية كلامي عن هذا الرجل
الرجل الصالح رحمة الله عليه أقول وأتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. رجل مكافح عصامي، لكنه رجل تأسس على القرآن الكريم لما حفظه، تأسس على الفطرة السليمة، تأسس على الصلاح والصدق، وبالتالي صارت سمعته بهذا الشكل عند الناس. كل من رأيته في اليمن ما يذكره إلا بخير، الجميع يدعون له. وأنا أتوقع في هذا المقطع أنكم ستجدون كلامي هذا موجود في التعليقات على ألسنة إخواننا اليمنيين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الرجل الصالح رحمة الله عليه، وأن يخلفه في عقبه بخير، وأن يزيد فينا من التجار الصالحين الذين يساعدوننا في صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. هذا اللي عندي اليوم، هذا العطر الجميل اللي عندي اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.